مساء الخير عليكم. اهلا بيكم معانا في راديو الحياة FM. معاكم دكتور هند حسن، اخصائي صحة نفسية، لايف كوتش ومدربة مهارات حياتية وانماط تفكير. احنا النهاردة بنبدأ سيزون جديد لبرنامج جديد، يعني بتمنى ان من ربنا ان هو ينال اعجابكم، وهو برنامج من جوه لبره. ليه من جوه لبره؟ لان احنا كل حاجة بتبتدي من جوانا، صحتنا النفسية، صحتنا الجسدية، لايف ستايل حياتنا كله بيبتدي من جوه لبره. هنبتدي وهنقول أول حلقة النهاردة هو تقدر تعرف نفسك، تقدر تواجه نفسك. فبكده هيكون عنوان حلقتنا واجه نفسك. خلينا نبدأ حلقتنا بسؤال واتمنى ان انت تعرف تجاوب عليه. لو سألتك انت مين من غير ما تقولي على اسمك او مكانتك الاجتماعية او سنك او الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك، تقدر تجاوب عليا؟ وتعالى هديك تجربة بسيطة قبل ما تجاوب عليا. في تجربة عملوها في جامعة على 100 شخص، قالوا لهم هل تقدروا تعرفوا نفسكم بطريقة بروفيشنال من غير ما تقولوا اسمكم او التايتل الاجتماعي بتاعكم؟ 100 كلهم قالوا ايوه. لكن فعليا لما ابتدوا يمسكوا ورقة وقلم ويكتبوا، لقوا ان الموضوع صعب جدا. 15 بس هم اللي عرفوا يجتازوا الموضوع ده، و85 ما عرفوش. وده اللي احنا بناخده من التجربة دي، ان انت ممكن تقول انا عارف نفسي كويس جدا، ولكن بتكتشف في الحقيقة لما بتيجي تبتدي تمسك ورقة وقلم انك ما تعرفش حاجة، مش قادر تكتشف ايه هي مميزاتك، مش قادر تكتشف ايه هي عيوبك، ايه هي نقاط ضعفك، ايه هي نقاط قوتك، ايه هي الحاجات اللي انت نفسك فيها بجد، ايه هي القيم اللي انت متبنيها في حياتك فعلا، ايه الحاجات اللي انت بتغذي بيها نفسك وعقلك وروحك. هل هي فعلا حاجات حقيقية، ولا هي يا دوبك احنا ماشيين مع اللي ماشي وماشيين مع الترند والحاجات اللي بتطلع وكل ما هو جديد؟ من هنا هنبتدي نسأل سؤال تاني: هل بتعرف تواجه نفسك بكل ده؟ هل بتقدر تكتشف كل ده في حياتك؟ هل بتقدر تكتشف الجانب اللي مفيش حد بيقدر يكتشفه غيرك؟ هل بتقدر تعرف احتياجاتك كويس؟ هل بتقدر تحط نفسك على أول الطريق صح؟ لأن أول الطريق بالنسبة لك هو إنك تعرف تواجه نفسك وتكتشفها فعليا. سألتك سؤال في البداية وكنت منتظرة منك الإجابة. عرفت تطلع الإجابة؟ لو حسيت بشوية صعوبة فتعال أقولك ليه المواجهة بتكون صعبة. أحيانا، ومش أحيانا، هو غالبا كل واحد فينا بيبقى جواه صدمات، أفكار، معتقدات، مواقف، أشخاص. الحاجات دي كلها بتعلم فينا من جوه، فبتعمل لنا كده زي شوية تشويش على أفكارنا. بناخد منها آرائنا عن نفسنا، وبناخد منها آرائنا عن العالم المحيط، فبالتالي كل ده بيختلط ببعضه، فما بنبقاش قادرين ان احنا نواجه نفسنا بصدق. ليه؟ لان في مواقف احيانا لما بنيجي نتعرض ليها او نفتكرها تاني بتسبب لنا وجع، فاحنا بالتالي من آليات الدفاع عندنا ان احنا بنهرب من الوجع، فبنفضل ان احنا ما نواجهش نفسنا بيها، او بمعنى ادق احيانا ما بنحبش نتعلم الدرس. وطول ما انت مش حابب ان انت تتعلم الدرس، فانت هتلاقي نفسك بتكرر نفس الموقف تاني. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا المواقف والابتلاءات عبارة عن دروس بقى في أشخاص، دروس في مواقف، دروس في شغل، دروس في علاقات، لحد ما انت بتقدر تكتشف الحكمة من كل موقف انت بتمر بيه، وتقدر تواجه نفسك بان انت ايه الحلو اللي انت لقيته، وايه الحاجات اللي انت المفروض ان انت كنت تواجهها وما واجهتهاش، وايه الدرس اللي انت كان المفروض تتعلمه وما تعلمتوش. فبالتالي بتقدر تتعلم لو اتعرضت له المرة الجاية ايه اللي ممكن تعمله، او ايه اللي انت تقدر تعمله دلوقتي علشان تتفادى ان انت تتعرض له تاني. فمن هنا هرجع واسألك السؤال تاني: هل عرفت تواجه نفسك، ولا لسه قدامك شوية خطوات عشان تتعلم الدرس؟ لو لسه قدامك شوية خطوات فتابع معانا علشان نعرف ايه هي الخطوات اللي ممكن نعملها. تعالى بقى كده نقول ايه هي اول خطوة. اول خطوة هو انك تعرف ايه اللي انت مخبيه عن نفسك. وعشان تعرف ايه اللي جواك وانت مخبيه عن نفسك،
عايزه اقول لك معلومه، جوه كل واحد فينا صندوق اسود شبه كده الصندوق الاسود اللي في الطياره، في كل المعلومات اللي انت بس وحدك اللي تعرفها، في معتقداتك اللي انت كونتها من سنين، في آراء الناس فيك اللي انت خدتها وخزنتها وانت حتى ممكن تكون مش مكتشفها، ولكن لما بتتعرض لموقف بتتصرف فيها بشكل تلقائي، بشكل غير واعي. فتعال اقولك بقى نكتشف الحاجات المظلمة دي ازاي. اول حاجة لازم تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت عارفها عن نفسك كويس جدا، وكمان الحاجات دي مشتركة مع حاجات الناس عارفاها عنك. طيب تاني خطوة، محتاج تعرف ايه الحاجات اللي الناس تعرفها عنك وانت ما تعرفهاش عن نفسك. تالت خطوة، محتاج تعرف ايه اللي انت تعرفه والناس ما تعرفوش. لما تجمع التلاتة على بعض هتطلع حاجات انت نفسك عمرك ما كنتش تعرفها، صفات، مميزات، عيوب، حاجات كتير انت ما كنتش متخيل انها فيك، او كنت متخيل انها فيك ولكن ما كنتش مفعلها في حياتك. في اللحظة دي هتعرف ايه الحاجات اللي انت كنت مخبيها عن نفسك، سواء الحاجات دي كانت كويسة او سواء الحاجات دي كانت وحشة. والخطوة الجاية هي اهم خطوة، هنعرف فيها نتعامل مع كل حاجة من دول ازاي. تاني خطوة من خطواتنا بعد ما عرفنا كل حاجة عن نفسنا او قربنا شوية ان احنا نعرف كل حاجة عن نفسنا، محتاج تسأل نفسك وتقارن ما بين حاجة مهمة جدا. هل اللي عرفته عن نفسك ده متوافق مع صوتك الداخلي؟ يعني ايه صوتك الداخلي؟ دايما لما بنعمل حاجة بيبقى جوانا صوت بيقول لنا احنا هنقدر نعملها او مش هنقدر نعملها. فهل اللي انت عرفته عن نفسك ده متوافق مع الصوت ده؟ متوافق مع الكلام اللي انت بتقوله لنفسك؟ خلي بالك من اخطر الحاجات اللي ممكن تعطلك او ممكن تطلعك لقدام، هو انت بتقول لنفسك ايه وانت قاعد مع نفسك. بتقولها ايه؟ بتقول لها ايه؟ بتكلمها ازاي؟ بتحكي قصتك ازاي؟ جرب كده تمسك ورقة وقلم، او حتى من غير ما تمسك ورقة وقلم، جرب كده تقعد مع نفسك وتقول انا هحكي قصة حياتي، واحكي القصة من غير اي فلاتر، احكيها زي ما انت شايفها، احكيها زي ما انت حاسسها، احكيها بكل شعور في كل موقف انت حسيت بيه. وشوف، قارن ما بين اللحظة اللي انت بتتكلم فيها دلوقتي واللحظة اللي انت لو كنت هتتكلم قبل ما تطلع الحاجات اللي احنا طلعناها. هل فرقت معاك؟ هل حسيت ان انت لمست حاجة جواك محدش يعرفها عنك؟ هل حسيت ان انت اكتشفت مميزات فيك ما كانش حد يعرفها؟ هل حسيت ان انت حد تاني ما كنتش شايفه قبل كده؟ من اللحظة دي هتبتدي تعرف انت ايه اللي جواك فعلا، وايه اللي انت كنت مخبيه، وايه اللي انت كنت محتاج تكون عليه. بس في بقى جزئية قوية جدا 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 لازم تتبعها وانت بتعمل كل الخطوات اللي فاتت، لانك لو ما عملتهاش كل اللي عملناه ملوش لازمة. استناه منك ان انت تقولي نتيجة اللي انت عملته، وانا هقولك ايه هي الجزئية اللي المفروض ان انت تعملها. واجهت نفسك بالحاجات اللي احنا قلناها، قارنتهم كلهم ببعض. طيب فيه نقطة مهمة جدا احنا اتكلمنا فيها بس انا ما قلتلكش عليها، وهي الحقيقة. خليك صادق مع نفسك، مش كل شعور بنحس بيه بيبقى حقيقة. المواقف ممكن تكون حقيقية لانها حاجة ملموسة حصلت لنا، لكن المشاعر ممكن ما تكونش حقيقية. فخليك حقيقي، خليك صادق في كل كلمة انت بتكتبها، لان انت اللي بتكتب عن نفسك، محدش بيكتب عنك. انت اللي بتكتب قصتك، وانت اللي بتكتب روايتك، وانت اللي عايز الناس تقولها ازاي، وانت اللي متأكد انت محتاج يتعرف عنك ايه او ما يتعرفش عنك ايه برضو. فخليك حقيقي، كل ما هو حقيقي كل ما هو ملموس كل ما هو قريب من القلب. فرسالتي ليك النهاردة كن حقيقي، خلي عندك مصداقية ما بينك وما بين نفسك، اكتب كل حاجة تيجي في بالك. يكاد يكون الكتابة شيء مش سهل. يعني مثلا تعال احكي لك حكاية. كان عندي عميلة وقالت لي انها عندها مشكلة في الكتابة، مش بتعرف تكتب او شايفة ان الكتابة ملهاش لازمة. مش كل حاجة احنا بنشوفها ملهاش لازمة بتبقى فعلا ملهاش لازمة. مش كل حاجة احنا بنتعامل بيها بوجهة نظرنا احنا
احنا محتاجين ان احنا نتنقل لعالم اكبر واوسع. هل الحاجة دي مفيدة ليا ولا لا؟ هل الحاجة دي هتطلعني خطوة لقدام ولا لا؟ فاكتب كل حاجة عن نفسك بكل مصداقية وبكل شفافية، وانت هتقدر تعرف هل الحاجات اللي فيك دي هي فعلا فيك، هل هي حقيقية ولا مجرد أوهام انت اخترعتها، أو مشاعر سلبية انت دخلتها جواك ومش عارف تتحرر منها. لو الحلقة لمستك شاركنا في التعليقات ايه أكتر جزئية لمستك في الحلقة دي، ومستنية آرائكم على الرسائل بتاعة الصفحة أو على التعليقات. تقولوا لنا ايه مقترحاتكم للحلقة الجاية. اكتب لنا كل اقتراحاتكم، كل تعليقاتكم، كل الحاجات اللي محتاجين ان انتوا تشاركوها معانا. كنت معاكم دكتور هند حسن في راديو الحياة. اتمنى تكون الحلقة ظريفة وخفيفة ولطيفة على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير. تكونوا عملتوا كل الحاجات اللي احنا قلناها، وتاسكات جديدة وحلقة جديدة وافكار جديدة ومن جوه لبره.